سماحة الشيخ، ما توجيهكم لمن ظهر الآن يقول بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ضعيف، مع أن الحديث في صحيح مسلم؟ وجزاكم الله خيرا. تكلموا في القرآن أيضا، إذا لم يأتي على هواهم ولا يوافق هواهم يتكلمون حتى في القرآن، فكيف لا يتكلمون في الحديث؟ فلا نستمع إليهم، هذا لغو من الكلام وكلام باطل ولا يلتفت إليه. والمسلمون قاطبة يثقون في صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحاح الأئمة، ولا يلتفتون إلى قول مثل هؤلاء الجهلة أو المغرضين. نعم. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.